بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه لكم جميعا بكل التحية وكل التقدير والاحترام، ولي الشرف أن أنا ألتقي بيكم، ولي الشرف كمان أن أنا ألتقي بالأسر اللي موجودة هنا دلوقتي معانا. بعض الأسر اللي هم قدمت أبنائها شهداء ومصابين من أجل أن احنا نكون في سلام، مصر تكون في سلام وأمان واستقرار. فاسمحوا لي ان احنا نوجه لهم التحية والشكر والتقدير. والحقيقة برضو كل عام وانتم طيبين بشهر رمضان واللي انتهى تقريبا، وبالعيد كل عام وكلنا بخير وسلام. الحقيقة أنا هتكلم معاكم في ثلاث موضوعات. هتكلم في موضوعين باختصار شديدين، وموضوع يمكن أسهب فيه شوية. الموضوع الأولاني اللي هتكلم معاكم فيه هو موضوع اللي كان محل نقاش كتير وجدل كبير قوي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة خلال الأسبوع الأخير. كل المستشارين قالوا لي ما تتكلمش في الموضوع ده. أنا ما بعملش كده. أنا بقول لكم الكلام ده ليكم وللي بيسمعني في مصر. اللي بيقول اللي رفض من حقه إنه يرفض. بقول الكلام دوت لأن الدول ما بتقادش كده. الدول لا تقاد كده. الدول بتقاد بالقانون، قانون سواء كان قانون دول أو قانون دولي، وبالحقائق، مش بالهوى ومش بالمزاج. واحنا عايزين في مصر نبقى نتعامل دايما مع كل موضوعاتنا بالطريقة ديت. احنا مش عايزين نشكك في بعض، ومش عايزين نقول ان نثق في آخرين أو نخون آخرين. مفيش كده. احنا بنتكلم احنا في مهمة إنقاذ وطن. اوعوا تنسوا يا مصريين ان احنا في مهمة إنقاذ وطن، مش في مهمة تانية. لا يكونوا متصورين ان الخطر زال. الخطر ما زالش. الخطر ما زال قائم، واحنا مشمرين سواعدنا ليه كلنا. الخطر مش الارهاب بس، الخطر ظروفنا الصعبة، ظروفنا الاقتصادية الصعبة، وكلام كتير. عايزين نغير الواقع بتاعنا الى الافضل. طب نغيره ولا نعمل مشاكل؟ أنا بقول الكلام ده لأني أكيد كتير من اللي موجودين هنا واللي حتى بيسمعوني زي ما قلت كده قال لك حتى ما كنتش تعمل الإجراء ده دلوقتي، خليك لما توصل للانتخابات. انتخابات إيه؟ هي الأوطان بتباع وتشترى ولا إيه؟ عشان مصالح ناس؟ أرجو أن الكلام ده يصل لكم. أرجو أن الكلام ده يصل إليكم جميعا. أنتم أمنتوني على البلد دي، والأمانة دي مش هتحاسب عليها. دايما بقول الكلمة ديت مش أمامكم أنتم فقط، أمام الله اللي ما بيتغيبش عنه حاجة، ومحدش يقدر يخدعه، ومحدش يقدر يخبي عليه حاجة. هو اللي هيحاسبني. إن فرطت هيحاسبني، وإن كنت ما بذلتش المطلوب للدفاع عنها وحمايتها هيحاسبني. ده أول موضوع اللي كنت بتكلم فيه. من فضلكم الموضوع أنا مش هسيبه برضه، وليا لقاء تاني فيه في أول مؤتمر للشباب نتكلم فيه تاني. الموضوع خلص، لكن أنا بتكلم فيه لأن احنا ما عندناش حاجة نخبيها. ما يصحش ان احنا نبقى بنفكر كده. هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفة ولا ايه؟ الناس عمرها ما شافت ناس شرفة ولا ايه؟ في ناس عندها شرف ما بيتباعش بعرض الدنيا كله. الموضوع ده من فضلكم، لا من فضلكم مش انتم، فضلكم كل الناس تنتبه ليه كويس. الحقوق بتاعت اصحابها او الحقوق بتاعت الناس بترد ليها.
مش بالحروب، لأنها حقوق. ما دام حقوق ترد، إذا كنتم أمنتوني عليها، على حقوقكم، كل حقوقكم. ده النقطة الأولانية. أنا يعني كان مهم أوي إن أنا أسجل الكلمتين دول مؤقتا، وإن شاء الله لينا لقاء مرة تانية بتفاصيل أكتر، وأرجو إن ساعتها كلنا نستمع ونسمع بعضنا ونشوف إيه الموضوع ده بشيء من التفصيل ومن كافة الوجوه.